بسم الله الرحمن الرحيم، وحلقة سؤال جواب اسأل في الشبكة رقم 254. وكالعادة عندنا مجموعة من الأسئلة، الحمد لله فيها أسئلة فنية دقيقة وأسئلة يعني عن حاجات منها مثلا قناة الأهلي وقناة الزمالك. ففي سؤال كده هو سؤال حتة منه وأنا متبرع بالباقي عشان عايز أقول كلمتين فيهم وحاجات تانية. وعشان كده قبل أي حاجة اعمل لايك للفيديو اهو، اعمل لايك للفيديو، اشترك في القناه، فعل علامه الجرس، وكالعاده نصلي على سيدنا محمد على افضل الصلاه والسلام. ودائما ودائما لا ننسى ان احنا ندعي لاخواتنا. مو احمد بيقول لك لو الاهلي خسر الدوري، وده احتمال وارد جدا، كولر يمشي ولا لا؟ كولر بعد كل الهليه اللي خدها هتمشيه عشان خسر دوري؟ تمشيه عشان رؤية، مستقبل، فنيات، أداء، مش عشان خسر دوري. محمد رجب شايف زيزو مظلوم مع المنتخب وإن اللاعب الوحيد اللي مش بيلعب في مركزه. جزء منها إن زيزو مش واخد راحته في الناحية التكتيكية والتوظيف، وفي جزء بيبقى زيزو لا لازم يكون أفضل من كده. يعني مش كلها 100% كده، وكذا مره اقول مثلا هنا زيزو او بيلعب في الحته دي في مركزه بقى مستني منه اعلى، وانا قلت ان جزء عدم توظيف مشاكل، وجزء انا بحس انه بيلعبش بنفس الثقه اللي هو بيكون عليها في الزمالك، كانها ازمه ثقه دي ودي. احمد عيد اكتر اعلامي وقناه بتحب تتفرج عليها؟ ابراهيم فايق بالنسبه لي هو تقريبا الوحيد يعني لحد ما، في برضه بعضيه ابراهيم عبد الجواد. وايه رايك في قنوات الانديه عندنا والاعلام عموما؟ سيبك من الاعلام عموما، قنوات الانديه. وكان في خبر من يومين قال لك الاهلي هيطور قناته. اولا الخبر ده شفته 9000 مره على مدار سنين طويله، الاهلي بيطور قناته. قنوات الانديه في مصر هي اسوأ شيء موجود، ومش هاخدك للقصه بتاعت ايه التعصب والكلام اللي بيقولوه، لا مش من الناحيه دي، سيبك دي هاتينا فيها كتير والحمد لله هاديه لحد ما دلوقتي. يعني فكره ان هم فاهمين قنوات الانديه غلط، بيتعاملوا ان قنوات الانديه عاوزين يستنسخوا قنوات الرياضه العامه زي اون تايم سبورت، ويعملوا نفس اللي بيحصل ده في قنوات الانديه، اللي هو يعمل برنامج ويلم ناس حواليه وبيقدم برنامج رياضي عام بنفس الطريقه، ويطلع يدافع عن النادي بتاعه في الباطل قبل الحق. لو عاوز تستنسخ كانها قناه رياضيه عامه بس بطريقتك انت، انا هدافع بقى عن النادي بتاعي، ده مفهوم خاطئ. وانا بتكلم بناء عن يعني ايه متابعه لبعض قنوات الانديه في اوروبا، مش كلام اقول لك في اوروبا، شفتها بعيني. بره بيعملوا ايه في قناه الانديه في اوروبا؟ بتقدم نوع محتوى خاص اصلا مفيش قناه ثانيه ممكن تقدمه، مش بيخش ينافس الاعلام العادي لانه مش هينافسه اصلا. بتلاقي عامل مثلا ايه حوارات مع اللعيبه من جوه مراكز التدريب بتاعه الفريق، بيعملوا حاجات ترفيهيه، العاب ومسابقات ما بين اللعيبه، يجيب لك من جوه النادي مثلا حاجات مع الجمهور، رحله مثلا مشوار الفريق مثلا من النادي لمباراه كذا في الاتوبيس. يعني عارف بيجيب لك جانب انت متميز فيه ما حدش ثاني يقدر يعمله، انت عندك حصري ما تستغلوش. وعشان فاهم ان انا اعمل برنامج زي اون تايم سبورت عشان اطلع ارد على ده وارد على ده، فتلاقي في الاخر الكلام اي كلام. يعني ده وجهه نظر. يعني احمد عيد لي في مصر بقى بننجم اللاعب بسرعه نص المال عشان دقيقتين بقى لاعب دولي سوبر امام عشان شاط كوره حلو، علشان احنا ما بقيناش عندنا حاجه. معلق المباراه نزلنا شوط تاني بصينا كان 3-4 باصات، قال لك في حاجه اتقالت، بصينا 4-5 باصات في حاجه اتقالت. ما يا عم اكيد قالوا حاجه، اكيد ما دخلوش بينه الشوطين قعدوه صمت كده في وش بعض، اكيد قالوا. بس ليه انت فرحان؟ انا بتفرج على الماتش انت فرحان على ايه؟ انت مش مثلا نقول ايه تحسنا شويه، ضغطنا، وصلنا، غينيا تراجعت، لا ايه الحلاوه دي؟ واحنا حاجات اتقالت والشكل اتغير في ايه يا عم ليه ايه؟ فنمط عندنا والاعلام بيغذيه يعني الصراحه بشكل كبير، بتبقى حاجه مستفزه. انا بقيت لا اطيق المعلقين المصريين في ماتشات اهلي وزمالك منتخب مصر في افريقيا. لما بلاقي معلق بتاع المنتخب او الفريق الخصم انا بجيبه على طول، بقى اللي بجيبه ده مبدا عندي ثابت. احمد برضه بيقول طب الاول بيقول لك ايه رايك في بغداد بونجاح في الاهلي؟ وتحس ان في مكان ما كده في الكره الارضيه هتلاقي فيه بغداد بونجاح واحمد الصالح كان اسمه ايه للزمالك هيجيبه بتاع جنوب افريقيا ولا بتاع ايه اللي كان في صن داونز، اسمه ايه اسمه وطارق التايب، مجموعه ناس كده هم ايه صفقات لم تتم، وعمرو السومه وعمر خربين. اعتقد الاهلي تجاوز طبعا بغداد نجاح مهاجم فظيع، بس اعتقد تجاوز النقطه دي، الاهلي تجاوز. يعني هل جيل المنتخب مع حسن شحاته كان بيكسب بسبب بنو الجوزيه؟ ليه؟ فكره ان حسن شحاته
الاهلي بيبقى كويس والمنتخب كويس. طب ما طبيعي يا جماعه، بلديه المحله لو بقى كويس ان هو بياخد البطولات بتاعت الاهلي كلها، المنتخب يبقى كويس. ما المنتخب بياخد بالناس دي. انا دايما بستغرب دايما، عاوز ارد على النقطه دي، بياخدوها كانها تقليل. ما طبيعي، فالزمالك لما بيبقى وحش جدا والاهلي حلو جدا، فطبيعي الاهلي هيدي المنتخب، فالمنتخب يبقى افضل. اسمنت ابو قرقاص لو بقى حلو جدا فهيدي المنتخب، فيبقى اسمنت ابو قرقاص اثر على المنتخب، ده طبيعي يعني. بس من الجزيري نفسه بشكل شخصي لا، انا مش شايف كده الصراحه يعني. ابو رنين بيقول امتى تكون مصر زي المغرب وتلعب على نهائي كاس العالم؟ ياه، طب مش لما نتعود على صعود كاس العالم الاول اصلا، فناخد اللعيبه وهي مش مخضوضه. بيقول هل زياده المحترفين تضعف الدوري والمنتخب؟ طب انا فكرت في الموضوع كتير جدا، بقالنا سنين محترفين في الدوري ضعاف في الاهلي والزمالك نفسهم، فبالتالي مش واخدين اماكن الاجنبي، لا المصري دول قاعدين على الدكه. هل منتخب مصر تحسن في حاجه؟ قاعد محتكس في بعض المراكز، ففي الاخر ما اثرتش. فلا ايه، زود المحترفين شويه بس تجيب محترفين نضاف، ده وجهه نظر يعني. محمد عبيد شاف ايه اسئله الاعلام كتير النهارده كده. ليه الاعلام الرياضي بقى بالسوده كله هجاصين وبتوع ترند؟ الفيسبوك مجموعه جزء عشان باش من الموتورين بقوا بيقودوا الصفحات على الفيسبوك، فبيقودوا الناس، فبيقودوا اتجاه عام. فبقيت مهما انت كنت في الاعلام ماشي صح، غصب عنك مضطر تمشي مع الموجه دي، بتكون بدرجات بقى. واحد متاثر بيها ب 10% فبيمشي، عارف اللي هو بيقدم نوع الاعلام اللي الناس بتحبه، او بقى ماشي على السوشيال ميديا وفقا للقواعد اللي حطها الموتورين، لدرجه ان ابراهيم فايق جاب برضا عبد العال مع كامل احترامي ليه ومحمود ابو الدهب، وكانها فقره ان هما الاثنين مع بعض. انا جايب التركيبه مش جايب الشخص، اللي هو ابراهيم فايق اكتر واحد بيقدم اعلام في كوره اضطر يعمل كده. فيعني شوف بقى الباب عامل ازاي. اسلام فهد لو الاهلي خير بين يستغنى عن ديانج او بيرستاو، لا اعتقد ان بيرستاو انا بقيتش متقبل وجوده صراحه، ديانج ممكن يدي شويه. محمد حسن لو الزمالك فنش الدوري بشكل مش وحش بشكل مش حلو، جوميز يمشي ويجيب مدرب اجنبي. يعني بص، هو الحاله دي انا اقدر اقول لك ايه، لو يا طبعا اكيد لغايه نهايه الموسم هيبقى في تقييم لجوميز اكيد، مش هقول لك لا لا هيبقى تقييم طبعا ونبان الدنيا حلوه ولا وحشه. بس عشان اقول لك يمشي يعني ده اللي هو ايه، الزمالك سابه بقى خرابه يعني. لكن غير كده مشاكل وحاجات مثلا عاديه لا، ما انت عارف ان ده فريق غير مكتمل وقائمه مبنيه غلط وكل حاجه، فهتبقى حنين وانت بتتكلم معاه. جرجس معبدي من الدوري المنتخب شايف العيب في اللعيبه ولا المدرب برغم كل الانديه؟ السؤال ده معقد وملوش اجابه. المدرب معاه لعيبه كويسه فهتفوقه وتطلعه، ولعيبه معاه مدرب كويس هتفوقها، ومدرب وحش تقلله، ومدرب معاه لعيبه قليله يعني بص هي تركيبه على بعض كده. انا مش عارف انا طه عبد الشافع التكتيك الامثل لمنتخب مصر 3 قلوب دفاع. انا مش شايف اي داعي ل3 قلوب دفاع، ومش شايف انها، وانا بشوف ان العالم كله بيتجه حاليا في كرة القدم الى زيادة عدد اللعيبة في وسط الملعب، وفكرة 3 ورا بتنقص لي واحد من وسط الملعب وبتنقص لي في اللعيبة. وكنت شايف ان احنا ما استفدناش حاجة بيها في ماتش بوركينا مثلا يعني، وجبنا حتى احنا بنطبق ما استفدناش اي حاجة منها خالص، احنا بنلعب حاجة شكلها مختلف شوية. محمد المصري من يمشي من وسط الملعب الاهلي من اساسه من دكة، اعتقد لو تمشي من وسط الملعب يبقى ممكن ديانج، يبقى عندك امام عاشور مع مروان مع اكرم تحتفظ بيه كراجل يعني مصري بيعمل ادوار كده، ومحتاج ايه واحد ايه بصرف النظر على الصفقة برده اللي حمضت قوي كنت بتكلم عليه محمد علي بن رمضان، بس حاجة شبه اللي هو ايه حته هجوم على حته دفاعي، هو مش فرجاني وامام عاشور وما هوش مروان عطيه او حمدي فتحي وبين الاثنين، كورته حلوه بس بيعرف يدافع شويه. التوليفه دي عاوزها قفشه يديك هجوم ما يديكش دفاع، كوكا ما بقاش يديك هجوم خالص ومستوى خفض بس هو اكتر واحد يميل الى التوازن، ديانج يديك دفاع ما يديكش هجوم، اكرم يديك دفاع ما عندكش التوازن ده، هي دي الحته. محمد عصام معلول له جد لا يمشي لو مش هيقدر يلعب وخلاص، ما فيهاش زعل وما لهاش علاقه بالعاطفه، وهو لاعب وقدم تاريخ كبير وهو خد تاريخ كبير وخد فلوس يعني هيقعد يتأيد ويدفع له فلوس ويقعد يعني من غير ما يلعب، لكن لو عنده فرصه انه يلعب وانت محتاجه ماشي. علي جمال تركي الصفقات اللي يحتاجها الزمالك اجري هات مهاجم وجناح شمال على طول ما تفكرش. يوسف ممدوح عليك فكره ان زيزو يبقى مقرب اكتر من الجون عشان يسجل وما ينزلش يستلم، دي الفكره اللي استخدمها فريرا فعلا لما مشي بن شرقي، بدا فريرا يحط زيزو قدام يقول له عشان ايه يعوض الكثافه الهجوميه في غياب بن شرقي،
بس بعديها وانا فاكر طبعا وقتها تسلسل التحليل وقتها بقى رجع يضطر ينزله تاني عشان يستلم، عشان ما كانش لا لعبه تطلع بالكوره. وهو ده المشكله اللي عانى منها جوميز في فكره الكونفدراليه، انه لعب في الدوري في بدايته مع الزمالك وشرحنا ده في الحلقه، بدا يحط زيزو قدام، يزقه قدام على اليمين، يشتغل جناح ويبعده عن المناطق اللي ورا. بس فكره وجودك في الكونفدراليه بدون عبد الله السعيد وناصر ماهر اثرت برضه عشان فكره خروج بالكوره، فبدات ترجع زيزو تاني، بدا يرجع كتير لورا بزياده. الفترة الجاية مع ثبات التشكيل اتمنى اشوف زيزو يكون اقرب شوية الى ال 18. حماد عبد العليم، الافضل الزمالك شارك في الكونفدرالية ولا دوري الابطال؟ طبعا دوري الابطال عشان حتى بتختبر مستواك. انت قاعد في الكونفدرالية فزت على ابو سليم وسوار وفي الاخر انت شايف تروح الاهلي مثلا تخسر من الاهلي، عشان مش اختبار حقيقي لمستواك، بتختبر مستواك في افريقيا وبتعرف تقف على الناقص الحاجات اللي عندك. حسن اسلام، حسن هل رمضان كان الموهبة الافضل في جيله بس ضيع نفسه باختياراته؟ اي نعم والله اعلم. عادل المصري سبب مقارنه امام عاشور بزيزو دائما اختلاف المراكز. خدوا صراعاتكم اهلي وزمالك بالحاجات العجيبه بتاعتكم، خدوها وامشوا وسيبوا لنا الكوره الحلوه، ما تكرهناش في الكوره. طبعا ده كلام ليس اللي هم يعني قصدك تتكلم عليه ليس علاقه بالكوره، بيعملوا صراعات مالهاش اي علاقه، صراعات اهلي وزمالك وصف حسابات، وفي الاخر الضحيه تبقى الكوره. احمد حسام، جوارديولا يمشي السنه الجايه، كل سنه اقول كده، مين المدرب اللي يمسك بعديه؟ انا مش عارف مين المدرب اللي يمسك بعديه، مين اللي يمسك كل اللي في السيتي ده كلها التركيبه العجيبه دي ويقدر يمشيها. انا حاسس انها هتبوظ، مش عارف والله اعلم يعني. هيما زيزو ولا محمد بركات؟ طبعا محمد بركات. محمد سمير ميدو، انا عارف ده مستحيل يحصل، بس لو تعرض الزمالك يرجع بن شرقي مستوى القديم ولا تريزيجيه؟ بمستوى بن شرقي القديم انا كنت بحط قدام تريزيجيه، كنت بحط بن شرقي قبل تريزيجيه، رغم تريزيجيه فظيع طبعا يعني، بس لو بنفس المستوى القديم بالحذافير. يوسف جبريال، بما ان ناصر ماهر ما انضمش للمنتخب ولا مره، هل ده بيدل المدربين مش بيبص كويس على اللعيبه اللي خارج اهلي الزمالك؟ جزء منها خارج اهلي الزمالك ما بتركزش قوي، وفي جزء منها عندهم حق، ان انت فكره اللاعب بيلعب اهلي وزمالك وينجح بيبقى عدالك كده خطوه بتاعه التاقلم. يعني في طبعا اهلي والزمالك في تاقلم، يروح المنتخب تاقلم اكتر، فلما بيجي لك من اهلي وزمالك هو عدى خطوتين ثلاثه في التاقلم ده، سهل يقرب معاك للمنتخب. فدي برضو حته بتبقى انت بتبقى عايز تشوف اللاعب في اهلي والزمالك الاول نفع ولا اتخض، فاصلا ما ينفعش منتخب. لكن لاعب مثلا يجي من بره اهلي والزمالك بتبقى انت في حواجز كتيره. طبعا ده مش معناه انك ما تبصش على اللعيبه بره المنتخب، بس احيانا بيبقى فيها جزء منطقي عشان نتكلم بالامانه. السداوي او السعداوي بيقول اشرح لنا اقتناعك بمروان عطيه عن دونجا، بس ما تنساش حتى الاستمرار، الاقتناع بان مروان عطيه في قطع الكوره والاستخلاص والناحيه الدفاعيه افضل من دونجا. دونجا مش ابرز حاجه في المنطقه دي، ومروان عطيه بيسلم مستلم كويس ودونجا بقى بيعملها، فمروان عطيه بيبقى عنده الحته المتميزه بصرف النظر عن مستواه اللي ما كانش كويس في اخر مباراه. ريق نشف. اخدت بسرعه عشان اخد اكبر قدر من الاسئله، عشان الاسئله كلها حلوه، فبعتذر لاي حد ما قلت السؤال في الاخر سؤال بالنسبه لي سؤال عميق. الكره المصريه لو كان فيها مشكله، هنفترض يعني مش عارفين اذا كان فيها مشكله، كم في الميه لعيبه، كم في الميه مدربين، كم في الميه المشكله في الاداره؟ اعمل لايك الفيديو، اشترك في القناه، وقبل اي حاجه خلينا دايما في الشبكه.